دراسات اقتصادية وتحليلات بتقول إن أزمة مصر الحالية مش هتتحل إلا ببيع جزء تاني من أصول الدولة. طيب إيه نتائج عمليات البيع اللي تمت مؤخراً؟ وإزاي البيع هيكون هو الحل لأزمة مصر الحالية؟ كل ده وأكتر هنعرفه في التقرير ده من 3 دقايق. على مضض وبشكل جزئي بدأت الحكومة المصرية عملية بيع عدد من الأصول والشركات التابعة للدولة للمستثمرين الأجانب. العمليات دي الهدف الرئيسي منها هو الحصول على أموال من المستثمرين الأجانب وتوفير العملة الصعبة وتحديداً الدولار اللي بتحتاجه مصر بشدة في الوقت الحالي لسداد أقساط وفوائد الديون المستحقة للسداد، وكمان عشان تقدر تستورد السلع والمنتجات اللي بتحتاجها من بره. كمان بتسعى الدولة من خلال بيع الشركات والأصول لتنفيذ عملية تخارج للحكومة من الاقتصاد، وده كان واحد من أهم شروط صندوق النقد الدولي والمستثمرين العرب والأجانب علشان يوافقوا على الاستثمار في مصر. في حين إن بيع الشركات والأصول للمستثمرين الأجانب بيوفر للأصول دي فرصة لتطويرها وكمان تحديثها، زي ما بيحصل كده للفنادق اللي بعتة للمستثمرين واللي بيقوموا بتطويرها علشان يحققوا أكبر مكسب ممكن من عمليات تشغيلها. لكن بعض المحللين الاقتصاديين طلبوا الحكومة بمراجعة عمليات البيع دي وعدم التفريط في الشركات والأصول اللي بتحقق أرباح للدول، زي شركة أبو قير للأسمدة واللي حققت مكاسب ضخمة من بعد ما اتباعت للمستثمرين. كشفت الشرق بلومبرج مؤخراً إن الدولة المصرية حققت أرباح وصلت ل5 مليار دولار من بيع حصص مملوكة للحكومة في 7 فنادق تاريخية ومجموعة من الشركات، في حين بتستهدف الحكومة بحسب ما أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء جمع 40 مليار دولار على مدار 4 سنين من عمليات البيع دي. وما اقتصرتش عمليات البيع دي على الشركات والفنادق بس، دي الحكومة بدأت كمان مفاوضات مع البنوك الألمانية اللي قدمت ليها قروض لتمويل إنشاء محطات الكهرباء التابعة لشركة سيمنز الألمانية للحصول على موافقتها لبيع المحطات دي ضمن برنامج الطروحات. وقامت شركة سيمنز الألمانية ببناء المحطات الضخمة دي في مصر لحل أزمة الكهرباء الكبيرة اللي عانت منها مصر في السنين اللي فاتت. لكن دلوقتي الدولة بقت مضطرة تبيع حصص منها علشان تسدد الديون المتراكمة من عملية إنشائها. واشترطت البنوك الألمانية للموافقة على بيع المحطات دي إما زيادة أسعار الفايدة على القروض اللي قدمتها لتمويل إنشاء المحطات أو سداد قيمة القروض دي. وقدمت البنوك تمويلات بناء المحطات دي بأسعار فايدة مخفضة في إطار مساعدتها للحكومة المصرية، لكنها اشترطت على الحكومة زيادة أسعار الفايدة على القروض في حالة بيع المحطات لمستثمرين من القطاع الخاص أو الشراكة من القطاع الخاص، لأن ده هيحول المحطات من مشروع تنموي لمشروع استثماري. فهل تفتكر إن بيع محطات الكهرباء والأصول هيكون هو بوابة الحل لأزمة مصر الحالية؟